اهلا وسهلا البنات، صافا لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى من الله كاملين بكم تكونوا لاباس وصحتكم مزيانه وانتم كتشوفوا معايا هاد لا فيديو. مرحبا بكم، الف مرحبا في فيديو جديد، نهار جديد. اول حاجه غادي نبداو بالرواق. على حسب شريت الرواق من بيت النعاس بغيت نعلقو، وقلت نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش غادي نعلقو هاد السكه. على حسب مي كنا كنشريوها جبرنا واحد المره والراجل ديالها كي حتى هما كياخدوها، وكان معاهم معلم وطلب لهم 150 درهم باش يعلقالهم. وجاتني زعما انايا باش يعلق لكم 150 درهم هي ما فيها حتى شي حاجه زعما اللي صعيبه اولا اللي هكذا تقدروا ان تبغيو انكم زعما تجيبوا المعلم. فكنت غادي نبارطاجي معكم غير الرواق هكذا معلق وكيفاش جا. ولكن مي سمعت داك 150 درهم على التعلق بحال هكذا جاتني الصراحه بزاف، وقلت نبارطاجي معكم طريقه كيفاش نركبوا الرواق من الاول. بالنسبه للسكه كما شفتوا مي خشيت فيها هذيك البويبضه كتكون واحده مدوره وواحده بحال طويله. داك المدوره هي اللي كتدخل، والطويله هي اللي كتبقى فاش كنعلقوا بها الرواق. وبالنسبه لداك البياسه د الحديد، حنايا هنايا عندنا 3 متر ونص، عليها عملنا ثلاثه، واحده في الوسط وجوج اخرين في الجوانب، ولصقناهم في كاشريدو باش ما يبانش السكه على برا. صافي بالنسبه للرواق غير داك البياسه ديال الحديد كتدخل في داك البيضه وصافي كيتعلق بكل سهوله. زعما ساهل بزاف بزاف، ما كيحتاج انكم تجيبوا معلم، غير ضروري يكون عندكم ماتريال انكم باش تثقبوا صافي. اكيد غادي نوريكم الرواق بالديتاي ديالو، غادي نقول لكم شحال الثمن ديالو، غادي تصدموا بالثمن على حسب طحت فيه همزه همزه. انا هكذا ملي كنكون مثلا باغا نعمل الحاجه ما كنمشيش متسرع انني نشريها، كنبقى ندور ونشوف حتى اذا صدفت مثلا همزه هي هذه كنديها. ما صادفتهاش وكنت واقفه عليها ديك الساعه ماشي مشكل كنشريها، غير نجمع روينات البيت ونبارطاجيه معكم. فما كتجيش انني نوري لكم الحاجه ونقول لكم كيفاش جات ومثلا الارضيه موسخه ولا شي حاجه ما كتعطيش، ما يمكنش انني غادي نشرح الحاجه وداكشي مرون كتجي لا علاقه داكشي. المهم في البيت انا يلاه البارح سيقت وحكيت وكل شيء جيرفليكس حكيت ومسحت كل شيء هذا، وما كنتش عواله حيت كما قلت لكم كان هامزه، يعني ما كنتش عواله عليه غادي نشريه ونتقبو عادي نوض هاد الروينه هادي. وكون كنت عواله كنت غادي نخلي داك السياق وداك الشيء حتى نعملوا هاد الروينه وكل شيء عاد زعما نعمل شغلي مره واحده. ولكن ماشي مشكل حيتاش البارح زعما خملته مزيان مزيان. اليوم ما جبرتش عندي شي حاجه بصح غير ديك الغبره اللي طارت وصافي. رغم ان مي كان كيتقب الراجل ديالي ديجا عمل واحد بحال طاس ديال دانون كيعدلو في الطلادره باش كيبقى يتقب بها باش ما زعما ما كتطرش الغبره وداكشي. ولكن حيتاش كاشري دوجا شويه معذب، واخا عمل داك الطريقه فضروري طاحت شويه ديال الغبره. ماشي مشكل، كلشي كيرجع كما كي كان في الاول. الانسان غير الصبر وصافي كلشي كيتقادا كلشي كيرجع غزال. هنايا الارضيه كما قلت لكم راه ديجا حكيتو البارح، يعني اليوم ما نعاودش نحكو، غير رشيتو بداك كاليون هذاك اللي كنحك به الكوزينه ديجا شاركته معكم. هذاك بحال جافيل فيه الريحه مزيونه وصافي مسحت به الباركي وصافي. هنايا عطرت بهاد معطر ديال روم ستار من بيم كغزال غزال غزال. كاين د الخزامه وكاين د الياسمين، انا هذا اللي كناخذ ديال الياسمين غزال ما كيتقاد لي كناخذو غير هو على حساب كتبقى ريحته مزيونه وكدوم مده اطول. يعني مثلا ملي كنرشو هكذا مرات تخميله كيبقى لي نهار كامل تقريبا في الدار ريحته غزاله. صافي هنايا مسحت كل شيء، جبت كل شيء رجع نقي كما كان، مبقاتش نهائيا الغبره ولا شي حاجه. هنايا عملت الاورانج كل مره شنو كنعمل صراحه على حساب هذا الراس الكاما اخترته في هذا اللون باش نبقى كل مره من تفريشه نعدل معاه وكيمشي مع كل شيء. اما اذا كان مثلا راس الكاما كيكون مثلا اللي فيه الالوان، داك الالوان هما اللي كيحتموا عليك التفريشه. فمن الاحسن اذا كنتوا تعدلوا الكاما من الاحسن عدلوها لون سامبل ودائما لون مفتوح باش كيمشي لكم مع اي حاجه وما كيطلع لكمش في الراس نهائيا. وبالنسبه للرواق هو هذا، فيه هو جا دونتيل وفيه الكريمه، والكريمه مفتوحه مخدوم بهذاك السقلي اللي بحال نحاسي بحال الكريمه في شكل. انا جاني مع اللون د الحيط نيشان عنده بحالو نيت وهو مخدوم بالكريمه والمذهب مذهب فونسي. وقلت له والو انا خصني هاد الكريمه هذا على حساب المذهب بزاف كيكون في الصالونات. انا بغيتو البيت النعاس يعني بغيت شي حاجه بلديه او ميم طو عصريه فهمتوا. فهذا جاني البياض والكريمه هو اللي غادي يتماشى لي مع هاد التيم اللي عامله انا، وعملته من الحيط حتى للحيط.
خديت فيه 4 متر وعملته من الحيط حتى الحيط كما قلت لكم، غير حاليا حيت انا الشكل اللي باغا هو داك 4 متر كامله نجمعها غير في الوسط بحال هيدا. وبالنسبه للجوانب غادي نزيد لهم تما الرواق في الكريمه بحال هاد الفوطو اللي طلعت لكم دابا. قولوا لي كيفاش جاكم هاد الستيل هذا، انا صراحه عجبني بزاف ومخيله غادي يطلع غزال بزاف بزاف. ان فوا ان شاء الله نطيح في الرواق اللي كما بغيت انا، غادي ناخذ بطبيعه الحال ونشاركه معكم. بالنسبه لهذا الرواق هذا السامبل فخديته 40 درهم المترو. كنعتذر على هاد الصداع اللي كنتو كتسمعوا ملي كنت كنهضر، على حساب الابادوره كانت كتعصر وما رديتلاش البال نهائيا حيت كنت مخاشعه في الهضره. ودابا عاد سمعتها ووقفت حتى سالات، عاد غادي نكمل معاكم. قلت لكم الرواق شريته ب 40 درهم المترو، رخيص بزاف بزاف. حيتاش ملي كنت كنساوم الثمن ديالو كانوا كيقولوا لي 80 درهم، شي كيقول لي 70 درهم، اقل حاجه اقل ثمن كنجبروا فيه هو 60 درهم. ما عمري زعما جبرته ب50 اولا ب45 اولا ب40. مؤخرا جبرته ب40 وانا نوزو ما كنتش عاوله انني صافي نبدا زعما نشري في الرواق، حيت كاين حاجات اخرين كنصدقوها حاليا. ولكن ملي شفتو هكذا هميزه قلت صافي نحيدو من الطريق وحتى عاوتاني مع المده ونشري له هذوك جوج وانا ساليت. بيت باقي ما عنديش مثالي، كل مره كنشري بياسه، كل مره كنشري حاجه حتى نساليه ان شاء الله بشويه عليا. صافي البيت مجموع كما شفتوا، بنتي باقا معايا، باقي ما رجعتش للبيت ديالها، بقى لي غير الدوش راه ديجا حكيتو، حيت عا هذاك الشيء اللي كان كيخدم به الراجل ديالي وصافي البيت رجع نقيقي كما كان. وفي هاد العشيه بارطاجيت معكم في واحد فيديو قصير هاد الغريبيه كتجي غزاله فنه فنه، اللي باقي ما شافهاش يشوفها في فيديو قصير هنا حطيته لكم في يوتيوب، مزيونه وسهله مهله. وشوفوا لي كيفاش كتجي مشققه ومحمره، الطياب ديالها غزال. صافي هنايا اختي غادي ندوز نزرب على العشاء حيت باغا ندخل ندوش، غادي نوجدو على بكري. بالنسبه تما عندي لي بات كنعملهم يتسلقوا في الماء ديال الكامبا. دائما كنقول لكم انا الكامبا بعدا كنشريها بالقشور ماشي مقشره، ومي كنقشرها كنخلي القشور ديالها في الثلج حتى كنبغي مثلا نسلق شي حاجه اولا نطيب سوبه ولا شي حاجه، كنعملهم يتسلقوا مع المليحه. عاد كنصافيهم من الماء ديالهم، وداك الماء ديالهم هو اللي كنبقى نسلق فيه مثلا بحال دابا. طيبت فيهم داك لي بات كيعطي واحد المذاق مزيون. عملت لهم شويه ديال المليحه وخليتهم يتسرقوا، وتما في المقيله عندي بصله مع الكامبا خليتهم تتشحروا مزيان مع العطريه والزيت. عاد زدت لهم صوليز ديال المطيشه كما شفتوا، ومن بعد ما تشحروا لي عاوتاني زدت لهم الماء اللي طابوا فيهم لي بات. صافي غادي نحركهم مزيان ونخليهم يطيبوا، وغادي ندوز نسقطر لي بات مزيان مزيان حتى ما يبقاش فيهم الماء بصفه نهائيه. عاد غادي نكبهم فوق داك التشرموله اللي عملت. صافي غادي نحركهم حتى هما مزيان مع بعضهم باش التشرميله تدخل في لي بات، وغادي نغطيهم نخليهم غير تطلع معاهم السخونيه ونطفي عليهم البوطه. من بعد ما ساليت لي بات صافي طابو، غادي ندوز دابا نعدل البيشاميل حيت غادي ندخلهم الفران. عندي هنايا معلقه ديال الزبده، الطريقه العاديه اللي دائما كنت كنبارطاجيها معكم في الفيديوهات ديالي قدام. زدت لهم شويه ديال المليحه شويه ديال الابزار حتى دابت الزبده مزيان. عاد غادي نزيد لهم معلقه ونص ديال الطحين. الكميه ديال الطحين كتبقى على حسب نتوما واش خصكم يجيكم بزاف ولا شويه. انا هنايا معلقه ونص يلا كيجيني القياس هو هذاك داك الطاوه الصغيره. صافي غادي نزيد لهم الحليب ونبقى نخلط مزيان مزيان. وغادي نزيد لهم واحد الفرماجه، مره كنعمل فرماجه مره كنعمل الجبن الاحمر، كل مره وشنو، مره ما كنعدل فيها حتى شي حاجه، غير السحسر من الفوق اولا مثلا في بلاصه السحسر كنعمل نحك واحد الثومه حتى هي كتعطي مذاق مزيون. المهم كيبقى داكشي ديال المذاق كل مره وشنو كنعدلو. صافي من بعد ما اختار لي طفيتو، دابا غادي ندوز نعمل داك لي بات اللي طيبتها في داك لاطا هذيك، حيت غادي ندخلهم في الفران كما قلت لكم. غادي نحركهم مزيان حيت ملي كنطفيو لهم وكنخليهم بحال اللي كيقصاحوا. غادي نزيد له البيشاميل كما شفتوا من طفيت له كان شويه خفيف، ومي كنبقاو نتعطلوا عليه كيبقى يقصح عليها من الطفيوه، ما تخليوهش حتى يقصح لكم مره حيت اصلا كيبقى يقصح مع الوقت زعما ملي كيدوز. صافي هنايا غادي نحك شويه ديال الجبن فوق منه،
وغادي نزيد لهم السحتر. وها العشاء ديالي وجد على بكري. صافي ساليتو دغيا دغيا. هاد الاكله هذه غزاله وسهله، يعني ما كديش بزاف ديال الوقت. صافي غادي نخليه بعدا في الفران. قلت لكم انا وجدت العشاء على بكري شويه حيتاش باغا ندوش وباغا نعدل واحد الكوماج نرجلي عليها زعما سربيت الكوزينه دغيا. المهم بالنسبه لهاد الوصفه هذه صراحه غير مراسي ولكن غزاله. هنايا عندي معلقه ديال الصابون بلدي مع العكار الفاسي، زدت لهم شويه ديال الماء سخون باش يطرقوا لي مزيان، وغادي نزيد لهم معلقه ونص ديال البيكربونات. بالنسبه لهاد القريعه هذه خداها الراجل ديالي ب25 درهم. ما عرفتش صراحه من خداها، ولكن عارفه غير الثمن ديالها 25 درهم. صافي غادي نزيد لها معلقه ونص كما قلت لكم، وغادي نبقى نحركو مزيان مزيان. وهو هذا البيكربونات ملي كيبقى يتفاعل كيرجع بحال الحبيبات، ولكن خصكم تخليوه يبرد. كل ما برد كل ما كيرجع قاصح وكيساعدكم في الكوماج. غزاله هاد الوصفه الصراحه، خديتها من راسي، ما شفت حتى شي بلاصه زعما في اليوتيوب ولا شي حاجه، ولكن المفعول ديالها طلع غزال بزاف بزاف. اول حاجه هي عملت في هاد اللعيبه هادي الماء سخون، وعملت معاه البيكربونات والحامض، خليت فيهم رجلي واحد قسمين هكذاك ربع ساعه، وعاد بقيت كنحكم بالحكاكه تحكيتهم مزيان مزيان. عاد عملت لهم هاد الكوماج هذا، خلى لي رجلين حميمرين من القاع فن. هانتوما شوفوا لي الفيديو لتحت ملي كيبرد كيفاش كيرجع قاصح وبحال اللي فيه الحبيبات. داك الحبيبات هي اللي كتساعد على الكوماج. والعكا الفاسي حنا كنعرفوه كيخلي واحد الحميرار مزيون بحال ديال العيال الصغارين كيكونوا عندهم رجلين من التحت حميمرين ويدين حميمرين، وهذاك هو اللي كيعطيه العكار الفاسي بحال هكذاك تماما. خصوصا ملي كيكونوا رجلين محكوكين مزيان وداكشي كيجي كيعطي المفعول ديالو بزاف. وصافي من بعد ما دوشت وعاد حكيت الرجيلات ديالي وارتحت مزيان، حيتاش سبحان الله الرجلين ملي كيرتاحوا كتحس حتى بالراحه، حيت هما اللي كيكونوا زعما اذا نهار كامل هما واقفين وعليهم التعب ديال النهار كامل. وصافي عاد شعلت عليها الفران وتحمر لي هذاك البيشاميل شويه. وصافي تعشينا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ما تنسونيش من جيم وكومونتير. ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله. خليت لكم الراحه.